العصبية. مين فينا ما بيشتكيش انه عصبي وعنده غضب، واقل حاجة بتخليه يتعصب ويثور، وخصوصا في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده. كل حاجة حوالينا ممكن تخلينا نثور ونتعصب، كل حاجة ضغط على اعصابنا. الكل بيشتكي من العصبية وبيدوروا ازاي يحلوا مشكلة العصبية. بس مشكلتنا ان احنا دايما بندور على حلول سطحية من بره كده بس. لكن ايه رأيكم النهاردة في الحلقة دي، واحتمال كمان تبقى في الحلقة اللي جاية، ندخل للعمق ونشوف ايه الاسباب الاساسية للغضب، وازاي فعلا نقدر نتعامل معاها، وازاي نقدر نتخلص من العصبية والغضب، لكن بطرق عملية جدا وواقعية جدا ومتجربة جدا. استنوا معايا للآخر. مشاعر الغضب. مشاعر الغضب دي حاجة وحشة، وحاجة مش المفروض تبقى موجودة جوانا. احنا مش المفروض نغضب، والمفروض نبقى طول الوقت هادين. كل ده غلط طبعا، مفيش حاجة اسمها كده. اصلا مشاعر الغضب دي موجودة جوانا بالفطرة من اول ما اتولدنا. يعني احنا كده كومبو، انسان زائد مشاعر. كل المشاعر، غضب، حزن، فرح، كل المشاعر بتتولد معانا من يوم ما بنتولد. يبقى الغضب مشاعر اصلا فطرية جوه الانسان، ما هياش شر، بالعكس. ده ربنا خلقها جوانا عشان نقدر نواجه بيها ونقدر نرفض بيها اي ضرر ممكن يحصل لنا. يعني الغضب شعور دفاعي بندافع بيه عن نفسنا، ولما بنغضب بنعرف ان في حاجة غلط فبنبدأ نتصرف. اذا الغضب شعور كويس مش وحش. المهم بنستخدم الغضب ازاي وبأنهي طريقة وبأي مقدار. هو ده اللي بيحدد اذا كان الغضب شعور كويس او شعور مش كويس. طيب تعالوا نشوف الغضب ده بدايته ازاي. كل المشاعر الإنسانية بتكون موجودة جوه الإنسان من يوم ما بيتولد، لكنها مش بتكون متفعلة، يعني موقوفة مستنية حاجة تفعلها أو تشغلها. الغضب بيبدأ يتفعل من الشهور الأولى في عمر الطفل، لما الطفل يبدأ يعيط ويحتاج حاجات ومامته مش بتلبيله الاحتياجات دي، فيبدأ يحس بالغضب ويعيط أكتر. ولأن في موروثات كتيرة غلط، زي مثلا سيب الطفل يعيط وما تشيليهوش أبدا لحسن يتعود على الشيل، ما ترضعيش ابنك كل ما يطلب، سيبيه يعيط. كل الحاجات دي وأساليب تربية كتير كل ما الطفل بيبدأ يكبر، أساليب تربية غلط بنتعامل بيها مع الطفل، ده بينمي عنده شعور الغضب وبيحوله لشعور سيء. فيبدأ الطفل يحبط ويستخدم آليات دفاعية. يعني إيه آليات دفاعية؟ الآليات الدفاعية دي بيستخدمها العقل الباطن عشان يحمي الإنسان من التوتر والصراعات اللي بتحصل له نتيجة الأفكار أو المشاعر اللي الإنسان بيبقى مش حاببها ورافضها ومش عاوز إنها تكون جواه، بتحسسه بالألم. فيبدأ العقل الباطن عشان يريح الإنسان يستخدم الآليات الدفاعية دي، زي مثلا الكبت والقمع والإنكار والإسقاط. كل الحاجات دي آليات دفاعية عشان تريح الإنسان من أي شعور أو أفكار بتضايقه. فيبدأ الطفل يكبت مشاعر الغضب دي جواه وينكرها وتتراكم جواه، لأن الطفل بيكون خايف إنه يعبر عن معاناته وعن كل الحاجات اللي بتضايقه من باباه ومامته، لأنه ضعيف قدام سلطة الكبار. هو دايما شايف إن الكبار صح، أكيد هو اللي غلط، وسهل جدا يحصل تشوه لشخصية الطفل وإنه يتكسر. وكمان باباه ومامته بالنسبة له هم العالم والأمان والحب والاحتواء والانتماء وحاجات كتير قوي، هم كل حاجة بالنسبة له. فلما بيعاملوه بشكل وحش بيتكون جواه مشاعر سلبية ليهم ومشاعر عدائية، لكنه بيحس بالذنب بسبب المشاعر اللي جواه ليهم دي، وبيبدأ يخاف من أفكاره ومشاعره دي لأنه متعلق بباباه ومامته جدا، ومش ممكن يتخيل إنهم ما يبقوش موجودين في الدنيا، لأن هم أساس الأمان والحماية والحب بالنسبة له. فيتحول الغضب لقوة سلبية مش واعية داخل الطفل، بتطلع في سلوكيات ممكن احنا نرفضها في طفلنا، زي العدائية والعدوانية ممكن الاكتئاب، الانطوائية، الخوف، انه ما يكونش عنده ثقة في نفسه او شخصية. يبقى الغضب ابتدى جوانا بشكل فطري بس كان غير مفعل. بعد كده بدأت أساليب التنشئة ومعاملة الأب والأم تفعل مشاعر الغضب جوانا، لكن بتفضل مكبوتة، وبتتحول مشاعر الغضب جوانا كل ما بنكبر لقنابل موقوتة جاهزة للانفجار لكنها لسه منفجرتش. بتبدأ في مراحل المراهقة تنفجر شوية منهم، وساعات بتنفجر في وش الأهل،
بنشوف بقى سلوكيات كتيرة صعبة جدا للمراهقين في السن ده نتيجة للقنابل الموقوتة اللي فضلت جواهم من أول أساليب التنشئة وهم صغيرين. يبقى المواقف اللي بنعدي بيها مش هي سبب غضبنا، يعني أنا ما غضبتش عشان هي قالت كذا، لأ، لكن بسبب ان اللي قالته ده لمس قنبلة موقوتة من اللي كانوا جوايا، يمكن شبه حاجة انا عارفاها عن نفسي او اتقالت من اهلي، يمكن شبه موقف حصل زمان وفجر قنبلة موقوتة جوايا او فعل مشاعر غضب جوايا. يبقى المواقف اللي بتعدي علينا هي مجرد اسباب لانفجار قنابل موجودة اصلا جوانا، مش هي السبب الرئيسي للغضب. مجرد ان احنا نعرف ده في حد ذاته بيقلل كتير من قوة مشاعر الغضب، ان احنا نبقى شايفين ان فلانة دي هي سبب غضبي. لا، مش فلانة هي سبب غضبك، ولو اللي قالته فلانة ده ما لمسش حاجة جواك ما كنتش غضبت. طب ايه رأيكم دلوقتي نشوف شوية من الأسباب اللي ممكن تفجر القنابل الموقوتة اللي موجودة جوانا أصلا. بتظهر مشاعر الغضب لما نحس ان في موقف معين بيهدد وجودنا، سواء الموقف ده حقيقي أو خيالي، أو ان الناس مش معترفة بوجودنا أو مش مقدرانا، أو إن الموقف ده بيهدد تقديرنا واحترامنا لنفسنا. وفهمنا للموقف بيكون على حسب القنابل الموقوتة اللي موجودة جوانا زي ما قلنا. يعني فهمي للموقف غير فهم شخص تاني للموقف غير فهم شخص تالت لنفس الموقف. يبقى مش الموقف هو اللي بيخلينا نغضب، لكن فهمنا للموقف اللي هو بيبقى مبني على داتا المشاعر والأفكار والمواقف اللي حصلت قبل كده، هي دي اللي بتخلينا نفسر ونترجم الموقف، وهو ده اللي بيخلينا نغضب. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده شوية أسباب لمواقف بتخلينا نغضب. أول سبب للغضب معانا النهاردة هو الخوف والتوتر. لو انت خايف ومتوتر من موقف معين أو مستني حاجة معينة موتراك وجي أي حد كلمك، ساعتها ممكن تغضب وتصور عليه. ولو عرفت تتحكم في توترك وخوفك ساعة الموقف ده هتقدر تتحكم في غضبك. تاني سبب للغضب مرتبط عندنا بالفخر. يعني لما احس ان في حد كده قرب واهان ذاتي العليا واهني، او انه مش لازم يشتمني لكن الجملة اللي بيقولها دي انا فسرتها انها اهانة، ده ممكن يخليني اغضب. ومش هتصدقوا كمان الفخر ممكن يجي بصورة ايه. الفخر ممكن يجي بصورة تضحية بالذات وتواضع. تخيلوا الست اللي بتقتل نفسها طول اليوم في البيت، تنظيف وترويق وشعلقة على الشبابيك عشان تنظف من بره وتعمل احلى اكل وبدل الصنف 2 و3، هي كده بتضحي بذاتها وهي كده متواضعة. هي ما جابتش خدامة تخدم في البيت، هي اللي بتخدم وهي اللي بتعمل كل حاجة وبتقدم كل حاجة عشان راحة اللي حواليها، عشان راحة جوزها وولادها. لكن هنا تخيلوا معايا لو الزوج دخل من بره وما شافش كل ده وما بصش على نظافة الشقة او ما قدرش او شكر في جمال الاكل، ايه اللي ممكن يحصل؟ هيلاقي قدامه انفجار. وانت مش بتقدر وانت مش بتحس، ما هو لو كنت خدامة في البيت كنت شكرتني، حتى ده انا من غير فلوس وي 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 وي. طيب الزوج اللي جاي من بره ده هو شايف انه بيشتغل طول النهار عشان خاطر مراته، ممكن يكون شغال شغلانة او 2 عشان خاطر يجيب طلبات بيته وولاده، فهو كده متواضع وبيضحي بنفسه عشان خاطر اهله. لما يخش من بره ويلاقي مراته بتكلمه كده، اللي هيوصله منها عدم تقدير للتضحية اللي هو مضحيها. هنا بيحصل انفجار الغضب منه ومنها. وفي الحقيقة ده ملوش أي علاقة بالتواضع ولا بالتضحية ولا بكل الكلام ده. الموضوع هنا مجرد ابتزاز عاطفي. يا تديني اللي أنا عاوزه من شكر وتقدير واهتمام، يا إما هعاقبك، هنسحب وهغضب وهقفل وشي بالأيام. لما بيحركنا دافع التضحية بالذات ساعتها بنضغط على اللي قدامنا قوي. ولما بيجي يقدم لنا الشكر والتقدير ده بالإكراه احنا مش بنقبله وبنرفضه وبنتضايق برضه وبنغضب. ليه؟ لأن الاهتمام ما بيطلبش، لأن في حاجات تتحس وما تتقلش، لأنك لو كنت مهتم كنت عرفت لوحدك أكيد. وبدل كل ده ممكن نتنازل عن دافع الشفقة عن النفس والمتعة اللي بنحس بيها ساعتها،
ونعتبر الخدمة اللي بنقدمها لبيتنا أو ولادنا أو لأي حد تاني طلب مننا خدمة أو احنا حابين ان احنا نخدمه، نقدم كل ده على انه هدية مش محتاجة مقابل، انا مجرد اديتها انا اسعدت نفسي. وياريت كمان احنا ما ننساش التفاصيل والمجهودات الصغيرة اللي بيقدمها غيرنا لينا وازاي ان احنا فعلا نقدرها. طيب، سبب ثالث للغضب هو ان الاشخاص اللي حوالينا بيكونوا مراية لينا، هما بيعكسوا اللي جوانا اللي احنا بنرفض نشوفه او نعترف بيه. وخصوصا بتبان الحكاية دي قوي في ولادنا لما بيقلدونا وبيعملوا تصرفات غلط احنا نفسنا بنعملها، ده بيخلينا نتعصب عليهم جدا لانهم بيورونا نفسنا اللي احنا رافضين نشوفه. وعشان نتخلص من الغضب من السبب ده لازم ان احنا نتخلص من الكبر وان احنا كده وخلاص ومش هنتغير. لا، نبطل مقاومة ونبدأ نعالج الأسباب اللي جوانا والحاجات اللي جوانا اللي احنا مش راضيين عنها ونطلعها للنور، ونشكر الناس اللي حوالينا وولادنا انهم ادونا فرصة ان احنا نكبر وننضج ونعالج حاجات جوانا ونطلعها للنور. دي فرصة كويسة ربنا بيديها لنا، لكن احنا مقابل ده بنغضب وبنصور وبنتهم اللي قدامنا باتهامات كتير. من أسباب الغضب كمان وخصوصا في مجتمعنا المصري إن إحنا لازم حد فينا يطلع صح وحد يطلع غلط، ما ينفعش إحنا الاتنين نكون صح. يعني لو دخلت نقاش وحوار مع شخص تاني لازم حد فيكو يثبت صحة رأيه حتى لو كان الرأيين ينفعوا. مش بالسهل أبدا تقوله على العموم أوكي ممكن، محدش بينهي النقاش بالأسلوب ده، كله بيفضل يجادل ويحاور لغاية لما يتعصبوا على بعض بسبب ان كل واحد عاوز يثبت صحة رأيه هو بس. لازم انا اكون صح وانت تكون غلط، عشان انت لو كنت صح اكيد انا هبقى غلط واكيد انا هرفض اني اكون غلط لان ده هيحسسني بالشعور بالذنب. والحقيقة ان الطريقة دي بتنكر علينا الحرية. ما هو لو انت صح وانا صح يبقى انا حر ان انا اختار طريقة من الاتنين او من طرق تانية واعمل بيها. لكن لو في طريق صح وطريق غلط يبقى انا مش عندي حرية الاختيار، لازم هلتزم بالطريق الصح. لو انا سبت شغلي هفضل اقول انا سبت شغلي عشان الناس اللي في الشغل كانوا وحشين، مش هقول لاني اوكي ده كان كويس بس انا سبته عشان الاقي فرصة تانية احسن. يبقى كل الاختيارات متاحة وكل الحلول موجودة وانا ليا حرية الاختيار ان انا اختار حاجة صح من ضمن حاجات كتير صح. حاجة كمان ان ممكن يكون الغضب ده شعور مكبوت جوانا من فترة طويلة لغاية لما تحول لغضب مزمن بقى مخلي اي حاجة تعدي في حياتنا بنغضب، احنا ماشيين نتعصب طول الوقت. طب ليه؟ لان احنا كابتين مشاعر غضب من فترة طويلة يمكن من واحنا اطفال وما طلعتش زي ما قلنا في ظهور مشاعر الغضب جوانا وتفعيلها. ولو احنا ما خرجناش حتى الغضب ده بشكل ظاهري ان احنا نتعصب على غيرنا وقلت لا انا شخص هادي انا مش بتعصب انا مش بعلي صوتي انا صوتي ما بيعلاش، لكن انت بتكبت مشاعر الغضب جواك وده اسوأ من اللي بيطلع، لان مشاعر الغضب اللي جواك ممكن تقلب بامراض جسدية ونفسية زي الصداع النصفي والتهاب المفاصل وارتفاع ضغط الدم. اللي بيتدربوا على فنون الدفاع عن النفس عارفين كويس قوي ان الغضب معناه ضعف واستسلام للخصم وان كده الخصم هينتصر وان انا اللي هخسر. وبنعرف ده من اختبار العضلات اللي بيظهر ان الشخص الغاضب بيفقد نص قوته العضلية فمش هيعرف ابدا ينتصر في معركته. سبب تاني للغضب هو الاحتراق النفسي. يعني ايه الاحتراق النفسي؟ يعني يبقى مضغوط عليا الوقت طويل، يعني ان انا ما يبقاش ليا وقت راحة في يومي، يعني ان انا طول الوقت بشتغل طول الوقت بدي طول الوقت بعمل حاجات كتير، لكن او ممكن الحاجات دي تكون روتينية، ممكن يكون الملل. كل ده ممكن يوصل الانسان للاحتراق النفسي وبيوصله بعد كده لمشاعر تانية صعبة زي الاكتئاب والغضب واللامبالاة اللي زيادة عن اللزوم. لازم يكون في يومنا توازن، لازم ان انا اشوف نفسي
واشوف احتياجاتي الانسانية. لما بفضل داير طول النهار في حلقة مفرغة من الروتين والملل والشغل، وكل يوم بعمل نفس اللي بعمله اليوم اللي بعده، ونفس التفاصيل المرهقة ونفس الحاجات اللي بعملها يمكن كمان ما بحسش فيها بالانجاز، لكنها لازم حاجات تتعمل كل يوم. زي ست البيت مثلا اللي عندها اطفال، كل يوم نروق البيت، كل يوم البيت بيتوسخ، كل يوم بنطبخ والاكل بيتاكل فنعمل اكل تاني، وهكذا. التفاصيل دي هي مجهدة جدا، لكن في الاخر هي ما حستش انها انجزت اي حاجة، لكنها بتلف في دايرة مفرغة. كل الحاجات دي بتعمل احتراق نفسي، وده بيؤدي انها تبقى غضبانة طول الوقت، تبقى متعصبة طول الوقت، لانها ما حطتش في يومها جزء لنفسها، جزء لاحتياجاتها. يمكن بتاكل وهي واقفة، يمكن بتاكل من بواقي الولاد، ما بتعملش طبق كويس لنفسها، يمكن ما فيش حتى نص ساعة ان هي تقعد فيها تشرب كوباية شاي في بلكونة، او تقرا حاجة، او تعمل اي حاجة تديها استرخاء. كل الحاجات دي هنقولها في الحلقة اللي جاية، من تمارين عملية جدا هتخلينا نتعلم ازاي نكون ريلاكس اكتر، ونكون مسترخيين اكتر ورايقين اكتر. كل الحاجات دي واكتر هنقولها الحلقة اللي جاية. ايه هي سلسلة الغضب، وازاي نقدر نكسر السلسلة دي بتمارين عملية ومتجربة وفعالة جدا جدا جدا. فاستنوني الحلقة الجاية، ولو عجبكم مضمون الحلقة دي ياريت تعملوا لايك وشير، ومستنية تعليقاتكم الجميلة جدا 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 على الحلقة، وشكرا.